واحدة من سنن الحياة اللي لازم نسلم بيها هي إن مع تقدم السن صحتنا بتضعف سنة ورا التانية، وساعتها مش بيكون في إيدينا حاجة نعملها. وعلى الرغم من ده بنلاقي أحيانا واحد من كبار السن مازال بيتمتع بصحة كويسة وجسم رياضي، والسر بيكمن في عادات يومية صحية وسليمة حافظ عليها على مدار شبابه. في فرجة جايين النهاردة نزود شوية عادات على يومك التقليدي، واللي لو حافظت عليهم نوعدك إنك هتلاحظ تغيير كبير في صحتك على المدى القصير والبعيد. السمنة أو الوزن الزايد أحد أهم مسببات المشاكل الصحية. في الحقيقة في 9 أمراض مرتبطين بشكل مباشر بالوزن الزايد، على رأسهم السكتة القلبية ومرض السكري. فلو في حاجة تقدر تعملها علشان تتجنب كل ده فهو إنك تحدد لنفسك عدد محدد من السعرات الحرارية كل يوم تلتزم بيه وما تتعدهوش. كمان تجنب السكريات على قد ما تقدر واستبدلها بالفواكه والخضروات، وبكده وحتى لو بتعاني من زيادة في الوزن تقدر تتخلص منه بسهولة. في دراسة اتعملت سنة 2004 على عدد كبير من الناس، لقوا فيها إن الناس اللي بيمشوا في يومهم حوالي 10,000 خطوة بيعيشوا لمدة أطول وبصحة أحسن بكتير من اللي بيفضلوا إنهم يقعدوا وما يتحركوش. في أبليكيشنز كتير ممكن تساعدك في الموضوع ده وتعدلك الخطوات اللي أنت مشيتها على مدار يومك، هتلاقوها في الديسكريبشن. كمان حاول كل ما تسمح ليك الفرصة إنك تستخدم السلالم بدل الأسانسير. طلوعك على السلالم لحوالي 5 أدوار بس بيعد بمثابة تمرين قصير لعضلة القلب. الحاجتين دول ممكن يغنوك بشكل جزئي عن ممارسة الرياضة لو ما عندكش وقت ليها. على عكس ما ناس كتير فاكرة، المشاكل الصحية مش بس مرتبطة بالجسم، بس كمان حالتك النفسية ليها تأثير مباشر على صحتك بكل تأكيد. التوتر والقلق بشكل مستمر ممكن يتسببوا في خلل لوظائف الجهاز العصبي ومشاكل في ضغط الدم وحاجات كتير جدا. فاحرص انك تتخلص من اي توتر يواجهك في اسرع وقت، وحاول قدر الامكان انك تحافظ لنفسك على قدر من الحياة الاجتماعية السليمة. اخرج مع اصحابك ومارس نشاطات مختلفة، لان اخر حاجة انت عايز تعملها هي انك تقعد في البيت طول اليوم. اغسل ايدك مرة كل 3 ساعات على الأقل. رغم كونها حاجة بسيطة إلا إن ده بنسبة كبيرة جدا هيقضي على فرصة إصابتك بأي ميكروب، لأن ببساطة أغلب الأمراض اللي بتتنقل لجسمنا بيكون سببها بكتيريا مضرة بقيت على إيدينا لعدة ساعات قبل ما تتسبب في أي أمراض. غالبا انت سمعت اللي هنقوله ده قبل كده كتير، بس مش منطقي اننا نتكلم عن الصحة من غير ما نقولك انك لازم تشرب ما لا يقل عن 2 لتر مية كل يوم. مش هتتخيل كم الامراض اللي ممكن تتجنبها لو عملت بالنصيحة دي بس. في ابليكيشن ممكن يساعدك تفتكر تشرب مية كل شوية لو انت من الناس اللي بينسوا. اللينك برضو في الديسكريبشن. بعد ما تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي، انزل قول لنا في كومنت تحب تشوف فيديو عن ايه في المرات اللي جاية. نشوفكم الفيديو الجاي.